الاهلي بيفوز على الزمالك بثنائيه مقابل هدف. الهدف اللي جابه حسام عبد المجيد من ركله الجزاء، وكمان حصل ركله الجزاء قبل ركله الجزاء حسام عبد المجيد، بس الحمد لله الشناوي صدها. بس الحمد لله اهم حاجه دلوقتي اللي احنا كسبنا ماتش الزمالك واخدنا اهم 3 نقاط في الدوري. والماتش الجاي باذن الله لو كسبنا كهرباء الاسماعيلي هنصعد درجه اولى وهنكون احنا اللي في الصداره مش الزمالك، والزمالك بقى هينزل يرجع مكانه تاني. فالمهم دلوقتي مين اللي جاب الجونين ومين اللي جاب الجون الاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي جاب الجون الاول للزمالك هو حسام عبد المجيد، والهدف الاول اللي اتجاب للاهلي من حسين الشحات يا دوبك نزل الملعب مفيش دقيقتين لمس الكوره، محمد شريف عمل له اسيست وهو جاب الهدف. بعدها بشويه مفيش دقيقه برضو حسين الشحات يجري بالكوره، مدافع الزمالك الغبي اداله ركله في بطنه، دي اتحسبت ركله جزاء. هي ركله جزاء وهي واضحه جدا من غير ما الحكم يرجع للفار، هي واضحه. فركله الجزاء اتنفذت عن طريق تريزيجيه، والحمد لله الكره جت جون. وان شاء الله الماتش الجاي لو كسبناه هنكون في الصداره وهنصل للدوري. سلام.